صباح الخير يا أستاذ عطية. أهلا سعلوة أهلا. أنت فين يا راجل؟ من يوم ما سبت الشركة ما شفتكش يعني. يا سيدي أنت مشيت من هنا وجه مدير جديد رفدني. رفدك ليه يا أستاذ عليوة؟ ده أنت حتى ما كانش في عهدتك نقدية. ما تعرفش السبب إيه؟ لكن في الغالب هو بيغير مني. بيغير منك ازاي يا سعليوة؟ انت مش كنت هتترقى؟ لا مش من ناحيتي يا ابني. هو كان بيغير مني عشان البنات بتوع الشركة كانوا بيعبدوني عليوة كده بقى ده هو السبب. مفيش غيره. وازيك انت يا سعدية؟ الحمد لله. اما قالوا لي ده فتح محل في الخورية استغربت، قلت مال عطية ومال التجارة؟ طب التجارة تحتاج سكاوة. قصدك ايه يا سعطية؟ قصدك يعني ان ذكائي بسيط؟ استغفر الله يا سعطية استغفر الله. انا قلت سكاوة مش شكاء، والفرق بينهم كبير. الشكاء ده نور والشكاوة نور ومكر، وانت راجل خارم المكر يا عطية. الحمد لله. تشرب قهوة بقى يا سعلوة؟ لا بصراحة انا جاي اشرب شربات. اسمع بقى يا سعطية. نعم. أنا راجل عشت عمري ده صريح. وأحب الطريق المستقيم. وأقول الأعور يعور. لا مش قصدي يا سعطية. أقول أي حاجة في نفسي. وأنا بصراحة شفت بنتك حسنات. بنت حسنات؟ أيوة، وحكبتني خالص، وقلت يا واد دي بنت عطية صاحبك وانت أرمل بقالك 27 سنة. روح اطلبها منه وكمل بيها دينك. قلت ايه يا سعطية؟ انا مش فاهم حاجة. انت يا سعليوة عاوز تتجوز بنتي حسنات؟ الله، مالك كده؟ هو شرع ربنا في عيب؟ امال ابوك اتجوز امك ازاي؟ سعليوة دي بنت عندها 20 سنة بس يا سعليوة. كفاية يا اخي. امال عاوزها تتجوز وعمرها كام؟ 60 سنة؟ يعني وانت فوق ال60 ازاي تتجوز واحدة عمرها 20؟ عجيبة يا اخي، انا حر. انت تاخدت مساكي؟ انت مالك انت؟ الله، اما شيء غريب صحيح. انا مالي ازاي عليوة؟ دي بنتي. ما انا عارف انها بنتك، وكونها بنتك معناها تخليها من غير جواز تضيع مستقبلها. ده حتى حرام يا عطية. مستقبل مين يا جدع انت يا مهكع؟ ايه الكلام الفاضي بتاعك ده اللي بتقوله؟ اتفضل قوم من غير ما تقوم. قوم. يعني مش عاوز تكوش؟ لا مش عاوز. قوم. يعني دي اخر كلمة؟ اخر كلمة. قوم بقول لك قوم. انا مش عاوزك تندم. يلا عليه. يلا احسن اعصابي اللي تفلت مني. يلا اعمل معروف من قدامي. اعمل معروف. يلا عليه وامشي. بتقول ايه يا عطية؟ بقول لك النهارده حصل فصل سخيف قوي. واحد صاحبي اسمه عليوة عنده 65 سنة وماشي في 90 جاي يخطب حسنات. حسنات بنتي؟ شوف المغفل. قال لي انا عاوز يكمل دينه. رحت طرده طبعا، مشيته كمان قفاه يقمر عيش. ومين اللي قال لك تطرده؟ ايه؟ مين اللي قال لك تتصرف في حكاية تخصني انا وبنتي؟ الله، وده معقول يا زكية؟ راجل عمره 65 سنة يتجوز حسنات اللي عمرها 20 سنة؟ برضه لسه بسألك ازاي تتصرف لوحدك في موضوع زي ده؟ هو انا يا راجل ماليش كلمة؟ فهمني يا ست زكية. انا طبعا اتصرفت وفاهم انك ضروري مش هتوافق على جوازة بالشكل ده. اسمع يا عطية. نعم. دي اخر مرة تتصرف في موضوع زي ده من نفسك. فاهم يا ست؟ بس ده عجوز ومكحكح عجوز قوي يا زكية. يا راجل انت اتجننت. افهم بقى، بقول لك تاني مرة ما تتصرفش لوحدك. قول حاضر. قول حاضر يا ستي. والوقت بقى قوم حالا. نعم. وروح لصاحبك ده وجيبهولي هنا. اروح لعليه بس اقول له ايه بعد ما طردته يا زكية؟ هي كلمة واحدة. قول له تعالى عشان الست عاوزاك. يلا يا عطية قبل ما تكسر اعصابي. حاضر. اتهوى يا عطية. حاضر بس ما تزعليش نفسك. انا هتهوى يا زكية. لا تزوقيني يا ماما، اوام يا ماما.
ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. الله، انا بقول كده ليه؟ مش عيب يا بنت حسنات؟ عيب يا بنت تقولي حاجه كده اهو؟ هو انت صغيره على الحاجات دي؟ ده ابو العريس قاعد مع ماما اهو، اما شوف بقى هيقول لها ايه يا اختي. اهلا وسهلا يا سعليوه. اهلا بيك يا ست سكية. والله انا اول ساعتية ما جالي وقال لي الست عاوزاك، قلت يا واد خير، باين ربنا رضي عليك. ولا ايه يا ست سكية؟ تعجبني انك بتفهم. بقى بصراحة انا زعلت قوي من عطية لما قالك لا. وانا سعدت كمان، ده انا صاحبه من 25 سنة، وبيني وبينك انا ما عملتش عيبة، انا طلبت حسنات على سنة الله ورسوله. وانا يا سيدي قبلك. بتقولي ايه يا ست زكية؟ بقول انا موافقة ان سعليوة يتجوز حسنات. الراجل ما يعبوش حاجة طول ما عنده فلوس. لا اطمني يا ست سكية، من حيث الفلوس ربنا ساترها قوي، انا عندي بيتين ورصيد في البنك. خلاص على بركة الله.